السلام عليكم. الكثير يجد المشكلة هذه لما يشحن رصيد ولا شيء تجي له الخدمة هذه شوفها بلس. شوفها بلس هذه تاخذ منه الرصيد دائما، كل ما يشحن ياخذ منه الرصيد. طبعا الخدمة هذه ما هي تبع الشركة نفسها، تبع شركة موبايلي ولا زين ولا سوا عشان يتصل للشركة تلغيها. هذه شركة ثانية. إلغاء الاشتراك فيها بسيط جدا. ركزوا هنا عندي. هنا كما تشاهدون إذا ذهبنا لجوجل نكتب شوفها بلس، بعدين ندخل على الموقع هذا اللي هو طبعا تبع شوفها بلس. هنا في شوفها بلس نقوم بتسجيل الدخول. كما تشاهدون هنا عندي تظهر لي زي كذا. انا بذهب لنفس المكان اللي هو تسجيل الدخول، بختار هنا الدولة. طبعا بسجل الدخول بنفس الرقم اللي يجي عليه الرسائل. هنا بختار الدولة، بعدين اكتب الرقم هنا. بعد ما اكتب الرقم اعمل على طول متابعة. وبعد ما اعمل متابعة كما تشاهدون هنا ادخلت الرقم اعمل متابعة. تجيني هنا من فضلك قم بإنشاء كلمة السر. إذا ما كان عندي كلمة سر من أول بعمل هنا كلمة سر. أي كلمة سر بعمل، بعدين أقوم بتكريرها تحت هنا كلمة سر ثانية أقوم بتكريرها. بعدين أعمل تأكيد. هنا بعد ما دخلت كلمة السر تجيني رسالة نصية. الرسالة النصية هذه فيها الرمز، فيها الكود. أدخل الكود هنا الذي جاني في الرسالة النصية. هنا كما تشاهدون هذا هو الكود. بعد ما أدخل أعمل تأكيد. هنا كما تشاهدون أعمل تأكيد يعمل لي هنا إشعارات أعمل له حظر. هنا بعدين بذهب الخيارات هذه اللي هنا وانزل هنا عند قائمة اعدادات الحساب. كما تشاهدون هنا عندي اعدادات الحساب ادخل عليها. هنا في اعدادات الحساب بنزل تحت هنا، بعدين هنا تفاصيل الاشتراك. تفاصيل الاشتراك هذا هو. هنا بقدر اعمل له الغاء اشتراك. هل انت متأكد؟ اعمل له نعم. هنا كما تشاهدون ننتظر يلف. خلاص مكتملة بنجاح. تم الغاء الاشتراك بنجاح. خلاص الان تم الغاء الاشتراك في هذه الخدمة. طبعا هذه هي الطريقة، اسهل طريقة طبعا.